استعد لمغامرة فريدة من نوعها. في عالم يمزج بين السحر والتحديات، يأخذك فيديونا في رحلة شيقة ومليئة بالتشويق. انضم إلينا في اكتشاف أسرار السحر والصداقة، حيث نواجه التحديات لنهزم الشر ونعيد السلام. اشترك الآن في قناتنا لتكون أول من يستكشف هذا العالم المذهل. لا تفوت الفرصة، انضم إلينا وكن جزءاً من هذه المغامرة الرائعة. عندما فتحت باب غرفتها في صباح ذلك اليوم العادي، وجدت ليلى صندوقاً غريباً على عتبة الباب. كان الصندوق يشع بضوء خافت ومتلألئ. بينما كانت تتأمل، سمعت صوتاً خفياً يناديها باسمها: ليلى، هل أنت مستعدة للمغامرة؟ ليلى لم تصدق ما رأته، ولكن فضولها جعلها تجاوب بحماس: نعم، أنا مستعدة. عندما فتحت الصندوق، انبعثت منه ألوان متلألئة ودخان سحري، ثم تكونت باباً سحرياً أمامها. دون تردد دخلت ليلى الباب، ووجدت نفسها في عالم سحري مليء بالغابات الخضراء والأنهار الزرقاء. فور وصولها، قابلت ليلى مخلوقات غريبة وجميلة، مثل الفراشات الطائرة والحيوانات السحرية. كان لديها مرافق غير متوقعين، مثل دمية قديمة تتحول إلى صديق حقيقي، وسحرة يعلمونها كيف تستخدم القوة السحرية للخير. لكن لم تكن المغامرة خالية من التحديات. كان هناك شرير غامض يسعى للسيطرة على هذا العالم السحري وتدميره. كان يمتلك جيشاً من المخلوقات الظلام والسحرة الشريرة. أصبحت ليلى البطلة الشجاعة التي يعتمد عليها الجميع. جمعت فريقاً من الأصدقاء المختلفين، وتعلمت كيفية استخدام السحر بشكل أفضل. معاً قرروا مواجهة الشرير وحماية عالمهم الجديد. خاضوا مغامرات مثيرة وتحديات صعبة، ولكن بالتعاون والصداقة نجحوا في هزيمة الشرير واستعادة السلام في عالمهم الجديد. عندما عادت ليلى إلى منزلها، وجدت الصندوق السحري مغلقاً مرة أخرى، ولكنها كانت ممتنة للمغامرة الرائعة التي عاشتها. وكلما نظرت إلى السماء اللامعة في الليل، تذكرت ليلى أنه حتى في عالمنا الحقيقي يمكننا العثور على السحر والمغامرة إذا كنا مستعدين للاستكشاف والإيمان بالقوة التي بداخلنا. بعد أن عادت ليلى إلى منزلها، كان لديها الكثير لتفكر فيه. كانت المغامرة التي عاشتها تحتاج إلى فهم أكبر وتأمل. قررت أن تكتب مذكراتها وتحفظها في مكان خاص لتتذكر دائماً الدروس التي تعلمتها. وفي يوم من الأيام، وجدت ليلى فتاة صغيرة ضائعة في الشارع. كانت الفتاة تبكي وتشعر بالخوف. دون تردد قررت ليلى مساعدتها. استخدمت القوى السحرية التي تعلمتها للتو لتهدئة الفتاة وتعيدها إلى أهلها. عندما عادت ليلى إلى منزلها، شعرت بفخر كبير. لقد استخدمت مهاراتها وخبراتها الجديدة لمساعدة شخص آخر، وهذا جعلها تشعر بأنها تستطيع تغيير العالم حتى لو كانت ببساطة. مع مرور الوقت، أصبحت ليلى أكثر قوة وثقة. بدأت تساعد الأصدقاء في المدرسة وتكوين صداقات جديدة. وفي كل مرة تواجه فيها تحدياً، تذكرت الصندوق السحري والمغامرة التي عاشتها، وأصبحت تعلم أنها تستطيع تجاوز أي صعوبة بالإيمان بنفسها وبالقوة التي تحملها داخلها. وهكذا عاشت ليلى حياة مليئة بالسحر والمغامرة، لكن هذه المرة في عالمها الحقيقي. وعلى الرغم من أنها لم تعد تزور العالم السحري، إلا أن الذكريات والدروس التي تعلمتها هناك ستظل معها للأبد، مما يجعلها تمتلك قوة وثقة لا تقهر في كل مرة تواجه فيها التحديات.